في يوم في المدرسة كل الفصول كانت مليانة طلبة ما عدا فصل المدرسة الجديدة كوستين جاندي. لقيت القاعة فاضية وما فيهاش غير طالب واحد بس اسمه أليكس لي. الليلة اللي قبلها كل العيال سحروا الساعة 2 بالليل ونزلوا من السرير وخرجوا في الضلمة وما رجعوش تاني. الصبح الشرطة بدأت تحقق في الموضوع ده. بيوت كتيرة من الطلبة فيها كاميرات مراقبة ومن خلالها عرفوا بالظبط امتى العيال خرجوا وتأكدوا انهم خرجوا لوحدهم. سألوا جوستين قالت ما تعرفش حاجة، وسألوا أليكس يمكن العيال عاملين مقلب ولا حاجة، لكن هو قال انه ما عندوش فكره. الشرطه فضلت تحقق والمدرسه اتقفلت شهر كامل، ولما ما لقوش اي طرف خيط قررت الاداره تفتح المدرسه تاني لباقي طلبه، بس قبلها عملوا اجتماع كبير علشان يناقشوا اللي حصل. نرجع لجاستين. عضو مجلس كان بيخطب عن ازاي يتعاملوا مع الازمه دي، وفجاه قام واحد من اولياء الامور اسمه ارتشر وصرخ ازاي لحد دلوقتي مفيش اي جديد في التحقيق ده، وبدا يشكك ليه مش بتحققوا مع جاستين اكتر، ما هي فصلها الوحيد اللي طلبه اختفوا منه. بقيه الاهالي اتنرفزوا هم كمان وعايزين اجابه. جاستين طلعت قدامهم وقالت انها زيهم بالظبط مش فاهمه حاجه واعصابها مشدوده ومتوتره، بس الاهالي تهموها انها متورطه في اختفاء العيال. المدير ماركوس دافع عنها وقال انها ضحيه زيكم، بس الاهالي كانوا غضبانين جدا فاضطروا يخرجوا لحد عربيتها وقالوا لها تبعد لحد ما الامور تهدى. جاستين سابت المكان وراحت لمحل خمور، كانت بتجيلها مكالمات تهديد من ارقام غريبه، ولما رجعت بيتها فضلت تبص حواليها حاسه ان حد متابعها، وهي في البيت حد خبط على الباب. اتخضت وسألت مين، بس مفيش رد. بصت من العين السحرية ومن الشباك وما شافتش حد، وهي راجعة سمعت خطة جامدة تاني. المرة دي فتحت الباب وخرجت وما لقيتش حد برضه، لكن لقيت مكتوبة على عربيتها كلمة ساحرة. تاني يوم الصبح حاولت تمسحها بس ما عرفتش، ورجعت المدرسة، بس المدير قال لها تاخد اجازة لحد ما التحقيق يخلص. راحت بلغت الشرطة باللي حصل بالليل، وهناك شافت بول الراجل اللي معجبة بيه. بالليل قابلت بول واتضح انهم بينهم قصة قديمة، وقعدوا يتكلموا عن اللي بيحصل. هي فضلت تشرب كتير وبول كان متردد، لكن في الاخر استسلم لضغطها عليه. وتاني يوم الصبح بول صحي لقى نفسه نايم جنبها. عرضت عليه توصله وسالته عن اخبار التحقيق، قال لها تسيب الموضوع ده للمحققين. وفي المدرسه جاستين قررت تتابع أليكس لحد بيته. شافته داخل البيت وخبطت على الباب ومحدش رد. لفت من ورا البيت ولقت الشبابيك متغطيه بورق. حاولت تبص جوه، اتصدمت لما لقت اهله قاعدين زي تماثيل ما بيتحركوش خالص. راحت حكت الكلام ده لماركوس المدير واصرت يطمن على أليكس، لكنه قال لها تبعد عن الموضوع علشان الدنيا لسه مشحونه، وحاول يهديها وقال لها انه هيكلم اهل أليكس. بعدين راحت محل الخمور وهناك اتهاجمت من دون مرات بول اللي عرفت اللي حصل امبارح. رجعت بيتها ونامت غفوه، حلمت انها في المدرسه وكل الطلبه كانوا نايمين في الفصل. واحد من الطلبه صحي وبص لها بنظره كانت غريبه، فقامت مفزوعه وشافت ست غريبه على سقف اوضتها. المره دي صحيت فعلا. تاني يوم وقفت قدام بيت أليكس وقالت له انها قلقانه عليه. بص لها وقال لها ما تمشيش ورايا تاني، وجري جوه البيت بسرعه. خبطت تاني برضه ما فيش حد، وقررت تستنى في العربيه. وبالليل غلبها النوم في العربيه. فجاه الباب اتفتح وطلعت ست ماسكه مقص وقربت ناحيتها. قصت خصله من شعرها ومشت. ونروح لإرتشر الاب اللي بيدور على ابنه، قاعد يعيد فيديو هروب ابنه مره ورا تانيه. راح مركز الشرطه وكلم إيديت صوت اللي حاول يطمنه انهم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، بس أرتشر ضغط عليه وساله ليه مش بتفتشوا ورا جوستين كويس. إيد رد وقال دي بيتها والعيال خرجوا لوحدهم. في نفس الليله اهل البلد اتجمعوا. أرتشر وقف يواجه والباقي ماشيين ورا جوستين. ركب عربيته وفضل وراها لحد بيتها، وهناك لقى اثر الدهان ورا عربيته. ساعتها استوعب ان هو اللي كان كاتب على عربيتها من الاول. بالليل حلم كابوس، شاف ابنه بيجري وجري وراه لحد البيت، ودخل البيت ولقى ابنه نايم وما بيقولش حاجه، وفجاه اتحول لست غريبه وصحي من الكابوس وهو مفزوع. الصبح قرر يحدد ابنه راح فين، خط خط على الخريطه، وبعدين راح بيه طالب تاني من المختفين. سال امه يشوف الكاميرات، الام رفضت، لكن هو استنى لحد ما الاب رجع، والاب وراه تسجيل. بدا يرسم خط تاني من بيتهم لحد ما اكتشف تقاطع. راح يفتش المكان ما لقاش حاجه غير انه شاف جوستين في محطه بنزين. راح لها وواجهها وبداوا يتخانقوا، وفجاه جوستين شافت ماركوس جاي ناحيتها غرقان في دم وبيجري بطريقه غريبه. أرتشر اتصدم وحاول يتدخل، لكن ماركوس زقه بعيد. جوستين جري ناحيه المحل وأرتشر حاول يوقفه، بس ماركوس اتعصب وحاول يخنقه. نرجع لبول وهو ماشي في الدوريه شاف جوستين بيشاور له، قام ردد عليها بايديه. وهو سايق لمح راجل مريب بيحاول يقتحم بيت. بول جري وراه. الراجل حاول يهرب لكن بول مسكه. الراجل عرف نفسه وقال له جيمس. بول سأله معاك حاجه حاده في جيبك قبل ما افتشك؟ جيمس قال له لا. واول ما بول بدا يفتشه اتفاجئ بابره تغرس فيه. بول اتعصب وضربه، لكن افتكر ان كاميرا عربيته سجلت كل اللي حصل. اول حاجه بول اهتم بالجرح بتاعه، بعدين صحى جيمس وقال له هسيبك المره دي، بس لو شفتك تاني في الاسم هيبقى وضعك اسوأ بكتير. رجع بول الاسم وقابل قائد الشرطه اللي هو كمان حماه، وحكى له على كل اللي حصل. قال له لو الراجل ما قدمش بلاغ الموضوع
هيتلم، لكن لو قدم مش هقدر اساعدك. بعدها قابل جاستن والليله خلصت انهم قضوا الوقت مع بعض. ولما رجع البيت لقى مراته دونا رجعت بدري من سفريه شغلها، ومن نظرته المريبه فهمت اللي حصل. بول رجع الياس لقى جيمس داخل على مركز الشرطه، اتعصب وشتم وهو ماشي ناحيته، واول ما جيمس شافه جري زي المجنون. ساعتها بول ركب عربيته وشد وراه في مطارده. نروح بقى لحكايه جيمس. كان في الغابه جوه خيمه بيحاول يظبط جرعه مخدر بس ما عرفش، وطلع يدور على مكان يسرقه، وهناك قابل بول وبدات الحكايه اللي حصلت بينهم. بعدها لقى بيت أليكس، افتكر انه فاضي فقرر يقتحمه. دخل مكسلل وبدا يلم اي حاجه تنفع للبيع، وهو تحت في الدور الارضي اتصدم لما لقى اهالي أليكس قاعدين على كنبه سايبين نفسهم من غير حركه. بص عليهم كويس ولقاهم متجمدين. كمل سرقه ونزل على البدروم، وهناك لقى كل طلبه المختفيين واقفين متجمدين مكانهم. واول ما واحد من الطلبه بص له جيمس جري زي المجنون وقفل باب البدروم وراه. وفجاه اهالي أليكس اتحركوا وقاموا ناحيته، جري بره وهو مرعوب وهم قفلوا الباب وراه. بعدها وهو بيبيع الحاجات المسروقه في محل شاف اعلان عن العيال المختفيين واللي مبلغ المكافاه عليه كبير جدا. كلم الشرطه وقالوا له يجي القسم. راح وهناك لمح بول فجري هربان على الغابه، وهو جوه شاف ست غريبه بتشاور له. اتخض ورجع جري مستخبي في خيمه، واول ما سمع حد بيقرب عليه مسك الابره وغرسها في اللي داخل. لكن الصدمه انه طلع بول اللي كان جاي يدور عليه. بول اتعصب وسحبه من الخيمه ووجه المسدس على وشه. جيمس قال انه يعرف مكان العيال المختفيين، وبول اتردد شويه بس في الاخر قرر يروح يتاكد. ولما وصلوا بيت أليكس بول خبط على الباب وفجاه حد شده لجوه. قعد وقت طويل ما خرجش، وبعدين طلع بسرعه وسحب جيمس جواه. وهنا تبدا حكايه ماركوس. كان بيشتري مع تيري شريكه. وقتها جوستين اتصلت بيه تطلب منه يطمن على بيت أليكس. وهو في المكتب جت جلاديس عمة أليكس الكبيره وقالت له انها وصيه عليه واهله تعبانين وهي اللي بترعاهم. ماركوس بدا يقلق على أليكس وطلب يطمن على اهله. جلاديس سالته هي جوستين اللي قالت لك كده، لكنه سكت فدعته يزور البيت. ماركوس وتيري كانوا قاعدين قدام التلفزيون وجرس الباب رن. فتحت لقى جلاديس وقالت ان عندها مشكله صغيره ودخلت البيت. طلبوا طبق ميه واستغربوا بس جابوه. فجاه طلعت حته خشب من شجره وجرحت نفسها بيها، غطت الجرح بدمها. وتيري حاول يساعدها بس خطفت خصله شعر منه وبدات تلف الشعر. وماركوس شاف المنظر وقرر يتصل بالشرطه، لكنها فجاه طلعت جرس ورنته. دخل ماركوس في حاله زي تموين، كسر حته الخشب. وفجاه ماركوس هجم على تيري وخبط دماغه بقوه. جلاديس حطت الخشب في الميه فماركوس وقف. بعدين جابت خصله شعر من جوستن وبدات تعمل نفس طقس. ماركوس خرج يجري من البيت يهاجم جوستن، وارشر حاول يمنعه لكنه زقه ودخل المحل اللي جوستن مستخبيه فيه. ارشر اتدخل تاني. جوستن خرجت جري من المحل وركبت عربيتها، وماركوس وراها كسر ازازه العربيه. هي طلعت بسرعه بعيد عنه، وارشر شاف المنظر ركب عربيته وبدا يلحقهم. وفجاه عربيه خبطت ماركوس. ارشر جري ناحيته ولقى دماغ ماركوس متهشمه تماما. وبعدين كان في المستشفى بيحكي للشرطه اللي حصل. واول ما خرج لقى جوستن واقفه مستنياه وشكرته على مساعدته، وقالت له انها مكسوره ومش عارفه ابنها جراله ايه. ورالها الاكتشاف اللي وصل له. وجوستن شاورت على بيت أليكس اللي جنب تقاطع الخطوط. بعد المدرسه ابوه اخده وقال له ان عمه امه هتيجي تقعد معاهم لانها تعبانه قوي. ولما وصلوا البيت امه قالت له يقعد في اوضته لانهم لازم يروحوا يجيبوا العمه. بالليل شافهم راجعين ومعاهم العمه. وتاني يوم الصبح بص من ورا الباب على اوضه العمه لقى ست كبيره مريضه بتبص له بشكل غريب. راح المدرسه بس لما اليوم خلص ابوه ما جاش ياخده، فقرر يمشي لحد البيت. اول ما دخل البيت لقى اهله قاعدين ساكتين متخشبين. حاول يكلمهم ردوا كلمتين وخلاص. جلاديس ظهرت وقالت له انهم كويسين بس تعبانين شويه. حاولت تضحك عليه بكلامها لكنه اتعصب ورش ميه على ابوه وما كانش فيه اي رد فعل منه. جلاديس استرفزت وقالت له اطلع اوضتك حالا. وتاني يوم أليكس نزل من اوضته، اتصدم لما لقى اهله قاعدين بنفس الشكل. جلاديس قالت له يقعد على الترابيزه وحذرته لو فتحت بقك في المدرسه وقلت لحد هيبقى عقابه كبير. عملت الطقوس الغريبه بشعر اهله، والنتيجه انهم بداوا يؤذوا نفسهم. حاول يمنعهم بس ما عرفش لحد ما جلاديس غمس الجزر في الميه فوقف. خوفته وقالت له لو ما سمعتش كلامي اقدر اعمل اسوأ من كده. ركب الاتوبيس بتاع المدرسه، ولما رجع البيت لقى جلاديس في اوضتها بتعمل طقس غريب. قالت له لازم تاكل اهلك علشان يفضلوا عايشين. جاب لهم شوربه معلبه وراح السوبر ماركت يشتري علب اكل تاني. في يوم لقى جلاديس تعبانه جدا، نادته وقالت له انا هموت، كنت فاكره اهلك هيساعدوني بس واضح ان مفيش فايده. أليكس سالها اقدر اساعد ازاي؟ ردت قالت له هات حاجه من كل زمايلك في الفصل وانا هخف. ووعدته لما اخف هسيبكم في حالكم. تاني يوم في المدرسه والعيال بيلعبوا أليكس دخل الفصل من وراهم وخد كل اللوح اللي عليها اساميهم. فجاه جوستن ظهرت وسالته في حاجه يا أليكس؟ رد بسرعه وقال لها لا كله تمام ومشي. رجع البيت
البيت وسلم اللوح لجلاديس وعملت الطقوس بتاعتها الغريبة وقالت له افتح الباب. وأول ما فتح اتصدم لما شاف زمايله كلهم في المدرسة جايين جري على البيت. تاني يوم في المدرسة أليكس لقى نفسه قاعد لوحده في الفصل والشرطة جم يسألوا. جلاديس حبت إصابة أبوه وطلعت تكلم الضباط وقالت لهم أنا اللي باخد بالي منه علشان أهله تعبانين. الشرطة بدأت تنقل العيال من البيت علشان يفتشوا. قلبوا المكان كله لكن ما لقوش أي حاجة غريبة. أليكس دلوقتي بقى مسؤول بيأكل كل العيال وأهله كمان. في يوم رجع البيت اتصدم لما لقى بول واقف متخشب وراه جيمس بنفس الشكل. جري على اوضته مرعوب وجلاديس قالت له بسرعه لم حاجاتك لازم نمشي حالا. قبل ما يدخل اوضته حذرته اوعى تعدي خط الملح. بس أليكس لاحظ ان اهله واقفين متخشبين قدام الباب وهو في اوضته لمح عربيه واقفه قدام البيت جواها جاستن وارشر بيفكروا هيعملوا ايه. باب البيت اتفتح وبول خرج وقال لهم يدخلوا. جاستن اول ما شافت بول قالت لارشر ندخل ودخلوا. بس جاستن بالغلط دست على خط الملح. جيمس طلع فجأة وهجم على أرشر وجاستن شافت بول جاي ناحيتهم بيهجم. حاولت تبعده وهي بتتخانق معاه وجريت على المطبخ. حاولت تبعده عنها بس مسكها من رقبتها وبدأ يخنقها. أرشر كان بيتخانق مع جيمس وبيضرب فيه جامد لكن جيمس كان بيرجع يهجم تاني من غير ما يتأثر. وأليكس خرج من أوضته وقرر يدخل أوضة جلاديس. بس أول ما عدى خط الملح أهله هاجموا مرة واحدة. أرشر كان بيرمي جيمس بعيد بس جيمس بيرجع يهجم تاني لحد ما أرشر زقه زقة جامدة وقع بيه جوه باب البدروم وهناك لمح العيال المفقودين. في الوقت ده أليكس كمان أهله كانوا يهجموا عليه وبيكسروا باب أوضته فجري منها بسرعة. وفي المطبخ جاستن حاولت توقف بول وبدأت تشيل جلده بإيديها لكن مفيش فايدة ما تأثرش. اضطرت تاخد مسدس وضربته طلقة في دماغه. أرشر كان بيتفرم تحت إيد جيمس لحد ما جاستن وصلت وضربته بالنار وأنقذته. أرشر نزل البدروم يدور على ابنه وسط العيال وفجأة جلاديس هجمت عليه وخطفت السلسلة اللي في رقبته. جاستن كانت بتطمن على بول وفجأة أرشر ظهر وبدأ يخنقها. أليكس كان بيجري هربان من أهله ودخل أوضة جلاديس لقى حتة خشب من الشجر خدها. أول ما أهله دخلوا عليه جري واستخبى في الحمام وبدأ يقلد الطقس اللي تعمله جلاديس. لقى خصلة شعر منها ولفها في الطقس. جلاديس خرجت وشافت أرشر بيخنق جاستن. في اللحظة اللي أليكس كسر فيها الخشب فهمت إيه اللي بيحصل وشافت العيال طالعين جري من البدروم ناحيتها. جريت من البيت والعيال كانوا وراها. كانت بتجري من بيت لبيت والعيال وراها بيكسروا الدنيا في السكة. مسكوها ومزقوها حتت ولما ماتت كل الناس اتحرروا من السحر. أرشر فاق ورجع يدور على ابنه من تاني وهو ماشي في آثار الخراب لقى العيال واقفين متخشبين حوالين جلاديس ومن بينهم شاف ابنه قرب منه بس فضل ساكت من غير ولا كلمة. جاستن طلعت فوق تدور على أليكس لقيته بيحضن أهله اللي واقفين من غير حركة وبيتقال إن بعد ما خدوا أهله على مصحة نفسية علشان حالتهم أليكس ساب المدينة وراح يعيش مع قريب ليه وكل العيال التانية رجعوا لأهاليهم وفي عيال ابتدت تنطق تاني بعد ما كانوا ساكتين. وكده نكون خلصنا فيلم ويبونز. لو عجبك الملخص دوس لايك وسيب كومنت واشترك في القناة وما تنساش تتفرج على باقي الفيديوهات. سلام.